مساء الخير اعزائي المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايب لكم النهارده وارخص فنادق في مرسى علم، فندقين حلوين قوي جنب بعض، ناس كتير قوي مننا عارفينهم. فنادق من اللي فعلا ما فيهاش عيوب، كلها مميزات وكواليتي عالي جدا جدا جدا. عمرك ما هتروح فندق من الفندقين دولت وترجع لي بمشكله واحده او عيب واحد تعلق لي عليه. انا حاجه واثق فيها جدا جدا. لو انت عايز تعرف ايه هم الفندقين دولت وايه السعر المناسب دوت وايه يعني الفنادق اللي ما فيهاش غلطه دي، تابعني لنهايه الفيديو. ما تنساش لو اول مره تشوفني تنزل دلوقتي تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تعمل لايك للفيديو. ويلا بينا نبدا الفيديو. واحد يقول لي ايه يا عم مش هي الفنادق اللي ما فيهاش غلطه دي؟ انا اقول لك اول فندق هم فندقين لازم في بعض، فندق اسمه رويال بريكا وفندق اسمه بريكا باي. الفندقين دولت في مرسى علم فعلا من الفنادق اللي مش هتلاقي فيها غلطه. من بدايه البحر زي ما احنا شايفين كده، اصلا الفيو بتاع الفندق كله خيالي جامد جدا. معظم الغرف بتبص على البول والبحر. البحر بقى زي ما احنا شايفين، هتقولوا لي بحر مرسى مطروح، هقول لكم احلى من مرسى مطروح. شط جميل رملي، ميه نظيفه نقيه 100%، تشوف ضافر رجليك، ميه نظيفه جدا، مليان بقى اسماك وحاجات كده، شعاب مرجانيه. لو دخلنا جوه في طبعا غطس، في كل حاجه انت عايز تشوفها في البحر. بحر ممتع جدا، كفايه القعده قدامه، صوت بقى وحركه وريحه البحر جميله جدا. فالبحر من الحاجات المميزه قوي. فندق رويال بريكا وبريكا باي طبعا هما الاثنين فندقين مفتوحين على بعض، والاثنين على شط واحد. طبعا الشط الرملي البي الممر هتلاقوه في بريكا باي، لكن هو طبعا تبع رويال بريكا. رويال بريكا اللي فيه الاكوا بارك، لكن بريكا باي الجزء الرملي من البحر. البحر فعلا رملي وجميل جدا. الاكوا بارك في رويال بريكا جميله جدا. عشان ما لخبطكوش هنبتدي برويال بريكا عشان ده الارخص والانسب لسعره بالنسبه لي، ده اللي اقدر اروحه او بالنسبه لناس كتير تقدر تروح. الشط بتاعه زي ما قلنا رملي. اكوا بارك عايز هتلاقي اكوا بارك، فريق انيميشن على اعلى مستوى، هتلاقي حمامات سباحه كبيره جدا، مطعم بقى خرافه، الاكل جامد جدا جدا جدا، كل الاصناف اللي انت عايزها. مطعم كبير جدا، كل الاصناف اللي بتحلم بيها، من اول الفواكه والحلويات الشرقيه والغربيه والفطاير والالبان والعصاير والمشويات والعادي واسماك وفراخ، كل اللي انت عايزه من اكل هتلاقيه في رويال بريكا وبريكا باي. اكلهم مميز جدا، اماكن طبيعيه كتير صالحه للتصوير. اذا كان بريكا باي او رويال بريكا، وهم فندقين بصراحه زي ما احنا شايفين مع بعض في الصور، هي الصور بتتكلم عن نفسها. يعني انا مش محتاج ان انا اتكلم عنهم واقول ان هم فنادق جميله جدا والكواليتي بتاعهم عالي جدا. لا، البحر هناك حلو، الهواء جميل، المعامله جميله ونظيفه، الاكل حلو، اكوا بارك، كيدز اريا، فقرات تانية كتير، فريق انيميشن صبح وبالليل. فنادق مش هتحتاج تخرج منها. لو انتوا قرسان هيبقى مكان مناسب ليكم قوي. لو انتوا بتميلوا للهدوء والاستجمام فهو مكان مناسب ليكم قوي قوي قوي. هم اماكن هاديه جدا، كلها مناظر حلوه نعرف ناخد فيها صور ونعمل سيشن، مش صور، سيشن كامل في الفندق ده. انا مش هتكلم كتير، انا هسيبكم مع الصور، انتوا تتفرجوا على الصور وتتفرجوا عليهم وانتوا هتعرفوا قد ايه هم فنادق حلوه جدا جدا.
شفنا الصور والتعليقات والناس اللي راحت وحجزت الفندقين دول شغال عليهم من السنه اللي فاتت، فعلا محدش راحهم لقى فيهم غلطه واحده. الاثنين حلوين جدا، مش لازم تروح على فكره بريكا باي، انا بروح رويال بريكا الارخص وهو حلو جدا جدا، وهتلاقي فيه كل احتياجاتك هتلاقيها في الفندق. طبعا تقدر تروح رويال بريكا، هتروح الفرق بين ده ودوت ولا جوده اكل ولا جوده انيميشن ولا اي حاجه. الفرق بين ده وده ان بريكا باي غرفه بتبص على البحر اكتر وقريب للبحر اكتر، والجزء الباي قدامه عند بريكا ده، عشان كده هو اغلى. لكن انا رايي رويال بريكا جميل برده، والاثنين مفتوحين على بعض، وتقدر تروح الاكوا بارك هنا وتروح البحر هنا وتعمل كل اللي انت عايزه هنا وهنا. اكله حلو جدا وفنادق حلوه جدا. هسيب لكم برده الاسعار تحت في الفيديو، وهسيب لكم رقم تليفوني عشان لو عايز تحجز. طرق الحجز كتيره موجوده، ممكن تدفع بفودافون كاش، ممكن تعمل تحويل بنكي، ممكن تزور مقر الشركه قريب وموجود. هقول لك برده فين، كلمني على الواتس على الرقم اللي عندك تحت دوت، وان شاء الله يكون مش اول تعامل ما بيننا، وان شاء الله يكون الفيديو ده عجبكم. اول مره تشوفني متنساش تنزل تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصل كل جديد، وشكرا، سلام.